وحوي يا وحوي إياه حهوي كمان وحوي رمضان كريم فتح يا عالم 30 يوم فيه هنا وسعادة. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. حبيت كده أبدأ لكم كده الفيديو ببهجة. ينفع أغني؟ على فكرة صوتي مش وحش قوي. كل سنة وانتم طيبين وبخير وبهنا وبصحة وبسعادة. إن شاء الله يومكم النهاردة يكون أحلى يوم. النهاردة هنسحر أخيرا رمضان بكرة. فرحانه جدا وعمالين نغني انا والعيال من الصبح ونشغل اغاني حكيم وبصوا مهيصين. الزينه بقى لسه معلقتهاش وانا مش السبب، ابو سيف السبب. قولوا له يا جماعه في التعليقات يساعدني ويخلص الحاجات ويعمل العفش ويفرش الحاجه، عشان انا مش عارفه اعلق زينه ولا عارفه احط هدوم. بصوا انا ناقصه احط له الهدوم قدام باب الشقه كده عشان ينسب لي الدولاب بتاعي ويجهز لي حاجتي واوضه النوم. اوضه النوم عندي ما فرشهاليش، حطها لي بس في الانتريه كده وخلاص. طب يا عم حط الاوضه، لا ابدا. انا بقى عاندت معاه امبارح وقمت مفضيه كل الكيس بتاعت اللبس على الارض في الانتريه زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده. سبتها قلت بس عشان كل ما يشوفها كده يخش بسرعه يعمل لي الدولاب، هو حر. وكل ما يسالني عن اللبس بقول له مش عارفه هو فين. المهم يعني احنا النهارده مبسوطين مش عايزين غم ونكد. تعالوا بقول لكم هنعمل ايه. طبعا التلاجة جيت بقى عشان اجهز الكرنب والحاجات دي، لقيتها مش نظيفه ومطلعه ريحه مش لطيفه كده، قلت لا لازم انضفها. مسكت بقى جبت بلاستيكيه كده او طبق بلاستيك وحطيت خلطه محترمه بكربوناته وعلى شويه خل معاهم شويه فانيليا صغيرين كده عشان يعملوا ريحه حلوه، وحطيت صابون سائل وكله كده مع بعض وشويه ميه دافين، وبدات بقى ان ادعك التلاجة. بصوا شكلها من تحت عامل ازاي اهو، متوسخه اهو. المهم انا بقى مسكت الليفه وقعدت ادعكها كده، وطبعا يا جماعه الوساخه دي طلعت، بس يعني ايه، سبتها منقوعه ربع ساعه كده 10 دقايق في الخلطه اللي احنا عملناها دي. وبعد كده دعكتها طلعت بكل سهوله. البيكربونات مع الخل مع الصابون السائل بجد تحفه تحفه تحفه. وكمان ممكن تزودي معلقه ملح ليمون برده بتبقى حلوه قوي. نضفت وهتكون فله، وهتشوفوا دلوقتي. قعدت ادعكها كده وبعدين جبت قماشه. طبعا قماشه عندي فوطه مطبخ او قماشه انا مش محتاجاها. فوطه المطبخ بقى بغسلها بعد كده بعد ما بشيل كل حاجه بيها. بصوا المنظر بقت فله شمعه منوره اهي، نضفت خالص. قلت بقى انضفها وانضف الرفوف وانضفها كلها. دلوقتي هشيل الرفوف واغسلها في الحمام. قلت انضفها عشان برضك تبقى حلوه كده واحط الحاجه وانا ايه مستمتعه يعني. وعايزه اقول لكم حاجه، بصوا بقى، المفارش القمر دي كانت عندي من السنه اللي فاتت، ولكن انا ما كنتش حطيتها، نسيتها خالص. فجبتها بقى من فوق المطبخ كده وقلت هحطها. برضو المطبخ مش عندي هنا، وانا كنت بروق الشقه بتاعت ابو سيف المكتب يعني بتاع شغله وكده. جبت المفارش قلت له انا عاوزه المطبخ، قال لي حاضر. وطبعا ولا حياه لمن تنادي. بص انا بحب احط كمان نقطه كلور في الاخر كده علشان خاطر اطهر، نقطه صغيره خالص في الفوطه كده والمع بيها عشان خاطر اطهر المكان. حطيت المفارش وعايزه اقول لكم شكلها حلو قوي. بصوا يا حبايبي الغاليين، ان شاء الله بكره هشارككم برده المشتريات. انا في حاجات هشتريها عشان املى التلاجة، الفراخ واللحمه والحاجات دي. طبعا عشان اول يوم رمضان بناكل بقى لحوم وهيصه يعني، وانا كمان عندي عزومه. زين اخد الكسترات دي ومش راضي يسيبها خالص. يا ابني هات عشان نحطها، اللي هي بتلزق في مغناطيس كده على التلاجة. مش راضي ابدا 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 ان هو يسيبها. خدت واحده منه بالعافيه وحطيتها. بصوا بيعيط على اخره. مش راضي. خدتهم كده قلت بسرعه اخد لكم اللقطه. حطاهم فوق خالص عشان هو هيشدهم انا عارفه ومش هيسيبهم في حالهم. بعد كده دخلت بقى غسلت الهدوم، كان عندي كوم هدوم قلت اغسل الهدوم. وبعد كده دخلت بقى على ما الهدوم تخلص قلت اشوف ايه اللي ورايا النهارده. تعالوا اقول لكم اشترينا ايه من تحت من السوق. وعايزه اقول لكم يا خرابي يا لهوي يعني على الاسعار وسنينها. الاسعار زادت خالص. الفلفل ده انا كنت جبت منه يعني من كام يوم كده كنت جايبه ب 20 جنيه، النهارده ب 30 جنيه. الطماطم زي ما هي سعرها كويس الحمد لله. جبت فلفلتين احمر وفلفلتين اصفر عشان خاطر ابقى اعمل كده حله المحشي تبقى حلوه المشكل. وجبت بصل من الابيض ده عشان انا بحبه قوي. وجبت كمان الخضره بتاعه المحشي. وزي ما قلت لكم جبت طماطم، كنت كل ما انزل اجيب طماطم لان الطماطم انا بحبها تكون في البيت يعني بتنفعني. وجبت بطاطس برضو. طبعا انا اول يوم عندي الناس بتفتح وكل حاجه، بس بحس ان البضاعه اللي بتبقى موجوده ما بتكونش فريش مش حلو. وجبت كيسين سكر وانا هجيب تاني سكر ان شاء الله. بس اشوف الاول التموين هيجيبوا لي كام كيس سكر الاول، بيقولوا في زياده بس انا مش عارفه يعني. لما اشوف ممكن احتاج طبعا لان انتوا عارفين رمضان بيحتاج بقى ايه عصاير كتير. وجبت البهارات بتاعتي فلفل اسمر بابريكا كمون كزبره من عند واحد جنبنا. وجبت التوم دون لان التوم التاني كله دلوقتي هيبقى ميه وانا مش عايزه اجيبه دلوقتي بصراحه. الكوسه والبتنجان قورتهم الصبح كنت قاعده فاضيه فقورتهم وقلت بقى ايه عشان ايه انجز وقتي كده. بس الفلفل هشيل البتاع اللي فوق دي وخلاص. وجبت مع الطماطم بنجر عشان خاطر بحب لما اجي اسبك الطماطم وعينها في الفليتر بحط معاها بنجر، البنجر بيبقى حلو كده. وجبت بلح بس من البلح الطري.
والكرنبايه القمر العسل المزه دي جبتها برضو. اي نعم هي غاليه شويه بس حلوه يا جماعه، ومن جوه جميله جدا جدا، مش مكتومه كده، مهويه وحلوه قوي. فجبتها هي بمقام كرنبايتين صغيرين. دي كده المشتريات كلها اللي انا اشتريتها. طبعا لسه في حاجات هتتجاب، ولسه اليميش مش هنجيبه، احنا اخر ناس بنجيب اليميش دايما كل رمضان كده على فكره. طبعا الاكله بقى النهارده عملت لهم ايه، قلت هعمل لهم تونه وكم صباع بطاطس كده متحمر وطماطم وخيار وطحينه وبس، مش هعمل اكتر من كده. المطبخ مغلق مغلق للتحسينات. ادي التونه هي والبطاطس، وبناكلها بعيش. وطبعا لقيت جوزي بقى داخل وجايب لي ممبار، انا بحب الممبار جدا، عشان خاطر انا ايه هحشي ممبار مع المحشي ان شاء الله. بس كده. وطبعا الخلطه ما شاء الله انا هعملها برده هتكفي. انا هعمل كميه عشان خاطر عندي عزومه زي ما قلت لكم، اول يوم عندنا عزومه، جوزي عازم ناس وكده. بصوا انا هنا بقى بسلق الطماطم الاول لازم، وبحط معاها فص من الثوم وبحط البنجر. اللي مش حابب يحط الثوم ما يحطوش. برده لقيته جايب بقى عشان نعمل الزبادي، لقيت اللبن وزبدية عشان نعمل الزبادي، ولقيته جايب شويه حاجات كده برده كتير، جايب بقى اللحمه والفراخ. هصور لكم بقى الحاجات دي بكره ان شاء الله، عشان خاطر احنا دلوقتي هنقعد نتغدى وهنقوم نعمل اللي ورانا. تمام حبايبي الغاليين، جبنا حاجات كتير يعني هفرجكم الصبح ان شاء الله عليها. فانا حبيت افرجكم هما داخلين كده، جابوا لي بقى الحاجه. انا كنت قاعده لسه ايه شايله الهم وناعيه الهم كده، فين يعمل يميش، ما جابش اليميش، هو جاب اللحوم. وبكره ان شاء الله باذن الله هيجيب اليميش، انا وهو هنبقى ننزل نشتري مع بعض، وهصور لكم فيديو بامر الله تعالى. هنا بقى انا كنت بسبك الطماطم بتاعه المحشي، بعد ما اتسلقت ضربتها في الخلاط وكده. فرح ما كلتش هي وسيف التونه، ما عجبتهمش. قمت سلقت لهم شويه مكرونه كده وخلاص، وهاكلهم وبس. شكرا على كده. بصوا يا جماعه لون الطماطم حلو قوي بسبب البنجر. شوفوا بقى النيو لوك اللي انا عملته في المطبخ وقولي رايكم. بصوا يا حبايبي المطبخ لسه هنضفه برده، وهشارككم الموضوع ده بكره. اما اشوف كده انا هبقى فاضيه امتى بكره هعمله معاكم. بصوا انا جبت الاستيكر الرخامي ده على اساس احطه للرخامه، بس بصراحه الحيطه عندي شكلها فظيع، دعكتها ب 100 منظف مفيش، مش عايزه تنضف. بصوا قمت جايبه بقى الاستيكر ده، قلت هحطه يعني هحطه الحيطه عشان دهان مش بيطلع، يعني الحاجه اللي فيها ما بتطلعش، الدهون والحاجات دي هي موجوده فيها يا دوبك، بس بتنضف شويه وخلاص. فقلت خلاص انا هحط الاستيكر ده، وهكمل بقى المطبخ كله بصراحه بالاستيكر. والغاز ده انا هدهنه، اللي هو عمود الغاز ده او ماسوره الغاز انا هدهنها. تعالوا بقى نجهز الزبادي. انا يا جماعه ضربتها في الخلاط زبادي مع زبدية، اللبن يا رب كيلو لبن يكون فاتر، وضربته في الخلاط مع زبدية، وبعد كده حطيته في البولات بتاعتي دي وغطيت عليه، وحطيت ميه بتغلي عليهم كده لغايه قيمه 3/4 كوبايه، وقفلتهم ودخلتهم في الفرن كان متسخن قبل كده. تعالوا بقى نعمل المحشي. الخلطه جهزتها الطماطم وحطيت عليها بعد ما اتسبكت، حطيت عليها الخضره، وبعد كده هنزل بقى الرز وهسيبهم 5 دقايق 10 دقايق كده على النار وبس. عايزه اقول لكم الخلطه لونها تحفه وجميله جدا. بصوا هشغل لكم الاضاءه اهي، بصوا يا جماعه جميله جميله جميله. المهم بقى اخواتي قولوا لي رايكم ايه في النيو لوك اللي احنا عملناه، واكمل المطبخ كله ولا لا. ان شاء الله انا شايفه ان هو كويس، هستنى برده رايكم وهعمل بيه باذن الله تعالى. اشوفكم على خير، سلام عليكم.